أسوي العسكر شلونا ضربونا وزلوا يضربونا معاه ودونا المركزي ولا على حاجة ألا ما قالوا أنت قاطع طريق لا داري لا بطريق ولا داري بشيء. قتيل و10 جرحى وترويع أطفال ونساء في قرى منطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، لدى مهاجمة 10 أطقم أمن مركزي لقرى الريفية في الزرانيق. ورجال الشغاب الذين نزلوا في غلط في عنوانهم، هم جاي إلى منطقة المنصورية فيما داهموا محطة المسعودي. يعرف أن محطة المسعودي هي مكتظة بالنساء بالرجال، سوق كانوا كسوق. فرضوا عنها مظاهرة وقاموا بقتل أحد دهسه بالسيارة، فيما 10 جرحى الآن في داخل المستشفى. هذه بقايا دماء قتيل لم تجف بعد، وهؤلاء جرحى ومكومون ومعابر ووجوه غاضبة وصرخات تؤكد رفضها للظلم وتطالب بتحقيق لتقصي حقيقة ما حدث. لقد رووا أطفالنا وأفجعوا وأمرضوا النساء والصغار والكبار، حتى أحد الأخوان ما سيكل عندما ضربوا بالغاز هذا المسيل للدموع فر من السلاح ومن الغاز هذا حتى ضرب نفسه بالسيارة، مات على طول فورا. كل سبب هذا الجيل اللي أجت تحارب عنه في بلادنا وفي دارنا. هذا العناق بين قائد دجل ثورة الزرانيق وبين مدير أمن محافظة الحديدة الجديد يؤكد روح التسامح الذي يتسم به رجال الزرانيق بسبب تقارير عن قطع لأعمدة الكهرباء في هذه القرى المحرومة منذ 3 عقود من السنين. السبب لأن هؤلاء المواطنين قالوا نشتري كهرباء. ما في عندنا كهرباء منذ 33 عام. ما بش عندنا كهرباء، ما بش عندنا مشروع صحي، ما بش عندنا مدارس. على التعبانين، على الضباعة، يفتون على الفقراء، على المساكين الذي ما معوش، الواحد ما معوش حتى مصروف بيته. قطع الكهرباء عمل تخريبي، لكن التأكد من اتهام الآخرين يحتاج إلى دليل. اقتحام القرى وإطلاق الرصاص الحي والقنابل في وجه قبيلة مسالمة بقيت على امتداد 50 عاما ترشق الوطن في أفراحه بالفل وتهبه الدماء دفاعا عنه. والآن نحن نعيش في أيام العيد الثورة، العيد الذهبي للثورة. في هذا العيد بدل أن يكرم قبيلة الزرانيق هي تهان بمسيلة الدموع وتهان بالهراوي وبالرشاشات، حيث أن الطلقات موجودة على المباني وموجودة الشخص المتوفي. قبيلة الزرانيق وشيخها الذي أعلن انتمائه للثورة الشعبية منذ انطلاقتها الأولى يؤكدون أنهم لن يكونوا سوى دعما للحياة المدنية والعدالة والتنمية، ولن يسمحوا لأعمال التخريب بعد أن عاقبهم نظام المخلوع بالقهر والحرمان. أيوة سقطت العالم من المطار، سقط الخشب العالم ما عاد سقطها، صور لأنها مبنية في أرض نية. المحافظ محافظة الحديدة هدد بنا باقتحام القبيلة بالمصفعات والدبابات وكل شيء، ونحن نقول له لأمثاله إن قبيلة الزرانيق هي صقور تهامه. أبناء الزرانيق يستغربون تهديد محافظ الحديدة باقتحام القبيلة بالدبابات، بينما الشعب اليمني يحتفل بالموبيل الذهبي لثورة سبتمبر الذي قدم فيها أبناء الزرانيق أكثر من 700 شهيد من أجل حرية وطن. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، الزرانيق، محافظة الحديدة.